السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبناء التلاميذ؟ درسنا لهذا اليوم عن أيام الأسبوع للصف الأول. أهدافنا لهذا الدرس أن يبدأ التلميذ في فهم استخدام بعض وحدات قياس الوقت مثل الدقائق والأيام والأسبوع والأشهر، وأن يرتب أيام الأسبوع وغيرها من الأحداث المألوفة. سنتعرف في هذا الدرس على بعض المفردات الجديدة، يوم، أسبوع، أيام. أيضا سنتعرف على أسماء أيام الأسبوع كالأحد، السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أيضا سنتعرف على مفهوم أسبوع واليوم وأمس وغدا. ما هو اليوم من أيام الأسبوع؟ اليوم هو الأحد. ماذا كان بالأمس؟ ماذا سيكون غدا؟ هذا ما سنتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم. هيا نتعرف على أيام الأسبوع مع هذه الأنشودة. 7 أيام الأسبوع 7 أيام الأسبوع 7 الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة والسبت آخر أيام الأسبوع. 7 أيام الأسبوع 7 أيام الأسبوع 7 الأحد والاثنين الثلاثاء والأربعاء الخميس الجمعة والسبت. 7 أيام الأسبوع 7 أيام الأسبوع 7. أيام الأسبوع بالترتيب تبدأ من يوم الأحد وهو أول يوم من أيام الدراسة، ثم بعد ذلك الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، ثم تعود من جديد إلى يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، وهكذا. هيا نتعرف على جميع أيام الأسبوع. اليوم هو يوم الأحد وهو أول أيام الأسبوع، نعتبره أول أيام الأسبوع لأنه أول يوم في الدراسة. نذهب للمدرسة في يوم الأحد ونتعلم أشياء جديدة. نحب يوم الأحد لأننا نلتقي بأصدقائنا. يوم الاثنين هو ثاني أيام الأسبوع وهو يأتي بعد يوم الأحد، ويأتي الثلاثاء بعد يوم الاثنين، أي يكون الترتيب الأحد، الاثنين، الثلاثاء. يوم الثلاثاء هو ثالث أيام الأسبوع ويأتي بعد يوم الاثنين وقبل يوم الأربعاء، يكون ترتيبها الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء. رابع أيام الأسبوع هو يوم الأربعاء ويأتي يوم الثلاثاء قبله، ثم يأتي بعده يوم الخميس، يكون ترتيبها الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. يوم الخميس هو خامس أيام الأسبوع ويأتي يوم الأربعاء قبله، وبعده يكون يوم الجمعة، هو آخر أيام الأسبوع الدراسية، ولذلك يكون يوم مريح وسعيد. سادس أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة نذهب إلى أداء صلاة الجمعة في الجامع. يأتي قبل يوم الجمعة يوم الخميس، أما اليوم الذي بعده يكون يوم السبت. يوم السبت هو سابع أيام الأسبوع، يأتي يوم الجمعة قبله ويأتي بعده يوم الأحد وهو أول يوم من الأيام الدراسية في الأسبوع. ماذا يحدث عندما تصل إلى نهاية الأسبوع؟ هل تقف الأيام؟ طبعا لا تقف الأيام، بعد انتهاء الأسبوع تعود الأيام تتكرر مرة أخرى. هيا يا صديقي، حاول أن ترتب أيام الأسبوع بشكل مرتب في دفترك من يوم الأحد إلى يوم السبت. حاول الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جميعنا نعلم أن يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلوات الله عليه. السؤال الثاني: ما الحدث المهم للمسلمين في يوم الجمعة؟
يؤدي المسلمون صلاة الجمعة في المسجد الجامع، وهذا الحدث المميز للمسلمين. هيا نفكر في هذا السؤال. يقول خالد إن يومي الخميس والجمعة هما يوما العطلة الأسبوعية، هل ما يقوله صحيح؟ هيا نفسر الإجابة. طبعا غير صحيح، لأن يوم الجمعة والسبت هي أيام العطلة الأسبوعية. هيا يا صديقي افتح كتاب التلميذ على هذه الصفحة، ثم حاول الإجابة على هذه الأسئلة. في كتاب النشاط صفحة 21 هناك بعض الأسئلة تطرح عن أيام الأسبوع، علينا الإجابة عنها. وهناك جدول يريدنا أن نضع أيام الأسبوع في المكان الصحيح، كأن نضع هنا اليوم هو يوم الخميس، ما اليوم الذي يسبقه مباشرة؟ هو يوم الأربعاء. ما اليوم الذي يأتي بعده مباشرة؟ هو يوم السبت. نكمل الجدول بالطريقة الصحيحة. هذه قصة أيضا في كتاب النشاط صفحة 22 و 23، علينا قراءتها والتعرف على المناشط التي قامت بها هذه العائلة في أيام الأسبوع. الآن عليك يا تلميذ العبقري كتابة الأحداث التي حدثت لك خلال الأسبوع في كل يوم. انقل هذا الجدول في دفترك، ثم قم بتعبئته خلال أسبوع كامل. بعد الانتهاء من هذا الدرس أستطيع أن أقول أيام الأسبوع بالترتيب. هكذا انتهى الدرس، إلى اللقاء.